سنة 2025 نقدر نقول ان افضل فيلم نزل فيها كان مارتي سوبرين. فيلم انا كنت فاكر ان هو بيتكلم عن رياضة البينج بونج، ولكن لما اتفرجت عليه اتفاجئت ان الموضوع اعمق من كده بكتير وافضل كمان. الاحداث كلها ما بتقفش، جرعة متعة رهيبة جدا، شاب بيحاول ان هو يسعى لتحقيق العظمة وبيجري ورا طموحه ومش مهتم ده ممكن يكلفه ايه. تمثيل رهيب، اخراج عظيم، موسيقى مبهرة، كل حاجة مثالية في الفيلم ده وانت بتتفرج ومستمتع جدا. بس فجأة في وسط الاحداث دي كلها بنلاقي مشهد سريع وغريب جدا. مارتي البطل اللي هو المفروض في الفيلم دوت شاب يهودي امريكي، فجأة في المشهد دوت بنشوف ان هو بيروح مصر عند الاهرامات، بيكسر حتة من الهرم، يرجع امريكا تاني، يروح لامه يقول لها انا جبت لك حاجة، ويديها الحجر اللي هو كسره ويقول لها ان احنا اللي بنينا الاهرامات. والمشهد بيخلص والفيلم بيكمل وملوش اي علاقة خالص باحداث الفيلم ولا بيضيف اصلا لاحداث الفيلم. المشكلة الاكبر ان البطل وامه اساسا ما بيتكلموش مع بعض وهو ما بيطيقش امه، فانت بتبدأ تسأل نفسك يعني ايه اليهود هم اللي بنوا الاهرامات؟ ايه العبط ده؟ ولكن لما تبحث هتكتشف ان مخرج وكاتب الفيلم هو جوش صفدي، رجل يهودي. وهنا بتبدأ انك انت تفهم اليهود شايفين ان بني اسرائيل زمان كانوا عبيد عند فرعون وشاركوا في بناء حاجات كتير هناك. بس حتى مع المعتقدات دي كلها اليهود برضو هم كمان بعلمائهم عارفين ان الاهرامات اتبنت قبل ما بني اسرائيل يجوا مصر باكتر من 1000 سنة. يعني الاهرامات موجودة من قبل اليهود بمئات السنين، ده غير ان هم استعبدوا في مصر حسب كلامهم برضو من 80 ل 90 سنة. فده يخليك تفهم ان مشاركتهم في تاريخ مصر قليل جدا جدا. ولكن المخرج دوت قرر ان هو يحط في فيلمه اجندة من دماغه هو ويقولها كانها حقيقه مثبته ان اليهود هم اللي بنوا الاهرامات. يعني مش كفايه علينا الافرو سنتريك وكلامهم، لا كمان بينضم لهم دلوقتي اليهود. بس انا عايزك دلوقتي تخليك فاكر الكلام اللي انا قلته ده كويس جدا لان انا هحتاجه تاني. وخلينا نروح لحاجه تانية مهمه جدا، واحده من اكبر شركات انتاج الافلام كلها اسمها وارنر براذرز. اكيد انت عارفها وسمعت عنها قبل كده وشفت اللوجو بتاعها كتير. واحده من اهم صناع الترفيه في العالم. الشركه دي بتملك ما يقارب ال 20% من هوليوود يا جماعه. وعشان افهمك اهميه الشركه دي فتعال اقول لك شويه من ممتلكاتها. الشركه دي معاها كل حقوق عالم دي سي بالمسلسلات والافلام وكل الاعمال المستقبليه للعالم دوت، ده غير هاري بوتر، لورد اوف ذا رينجز، ذا ماتريكس، ذا كونجيرينج وغيرها من الافلام والسلاسل والعوالم الكبيره جدا. الشركه دي بتعمل افلام من سنه 1923، فتخيل ان هي بتملك الاف الافلام. عندك كمان بتمتلك منصه اتش بي او يعني جيم اوف ثرونز العالم بتاعه كله، ذا سوبرانوس، ده غير عندك مسلسل فريندز، ريك اند مورتي وغيرهم كتير. قناه كارتون نتورك معاهم، سكوبي دو، كل ده وهي واحده من اكبر شركات توزيع الافلام. انا بقول بقى كل الكلام دوت ليه؟ عشان تفهم قد ايه الشركه دي كبيره. ولكن فجاه الشركه دي بيقرروا ان هم يبيعوها، وهنا بتظهر معانا نتفليكس بتقدم عرض 70 مليار دولار كاش ان هم يشتروا الشركه ديت. والعالم هنا بقى بيتقلب، لان الصفقه دي لو تمت كانت صناعه السينما هتتغير تماما عن اللي احنا عارفينه. لان كلنا عارفين ان نتفليكس ضد فكره انك تروح للسينما خالص اساسا. المنصات كلها كل اللي هي عايزاه ان الافلام تنزل عندها باسرع وقت ممكن، ومش عايزه ان الافلام تنزل السينما. فلو كانت نتفليكس اشترت وارنر براذرز كان خلاص السينما ماتت تماما. وطبعا كل دوت ونتفليكس في كل اعمالها بتدعم اي حد من قوم لوط، اي حد بتحول اي اجنده اوفر عند نتفليكس هتكون في كل اعمال وارنر براذرز. بس الحمد لله لحسن الحظ نتفليكس بتفشل في الصفقه بتاعتها وبتتقدم شركه تانية مهمه جدا في صناعه الافلام وهي بارامونت بعرض 110 مليار دولار. وخلاص الصفقه دلوقتي بتنجح وهتشتري هي الشركه وهترجع الافلام في السينما تاني وهتنقذ الصناعه وهنعيش كلنا في تبات ونبات ونجيب صبيان وبنات. صح مش بالظبط كده، لان لما بارامونت اللي هي اساسا شركه كبيره جدا تشتري شركه كبيره برضه هنا بيتكون معانا حاجه اسمها الاحتكار. فيصبح ان وسائل الاعلام والترفيه اللي بيستهلكها مليارات من البشر حوالين العالم كلهم محطوطه اغلبها في ايد ناس قليله. فخلينا دلوقتي نعرف مين هو صاحب شركه بارامونت اللي ممكن يحتكر الصناعه ديت. هو واحد اسمه ديفيد إليسون وعيلته كلها. ابوه واحد من اغنى 5 اشخاص في العالم. العيله دي عندها نفوذ غير طبيعي وبتتحكم في حاجات كتير جدا، من ضمنها ان هم بيمتلكوا قناه تلفزيونيه اسمها CBS. وقبل ما ندخل في موضوع القناه دي عشان نفهم سياسه الناس دي بتمشي ازاي، تعال افهمك وضع الاعلام في امريكا عامل ازاي والقنوات التلفزيونيه. هم بيتقسموا نصين بالظبط، قنوات مع الحزب الجمهوري زي فوكس واعوانها، وقنوات تانية مع الديمقراطيين زي CNN واعوانها. انت لا اما مع دول او مع دول. لكن قناه CBS تقدر تقول ان هي كانت محايده في النص، بس مؤخرا الوضع بيتغير. أليسون دوت من قريب اشترى من واحده اسمها باري وايز موقع صحافه اسمه فري بريس بقيمه 150 مليون دولار. بعد ما اشترى الموقع دوت من صاحبه الموقع خد الست ديت وخلاها ان هي اللي تمسك القناه بتاعته اللي هي CBS. طيب فين المشكله؟ اسالني، هل عشان انا مثلا عندي مشكله مع المراه عشان كده متضايق ان هو خلاها ان هي تمسك القناه؟ لا طبعا. بس هي الفكره كلها مين الست ديت، ايه اسلوبها في الصحافه. في موقع فري بريس في مقاله هي نشرتها في عز الحرب بتبرر فيها المجاعه اللي كانت في غزه، وبتدعي بنت الكلب ديت ان مفيش مجاعه اساسا وان الاطفال دول كلهم كانوا اصلا جعانين من قبل الحرب وان الاحتلال ملوش اي ذنب في اي حاجه. كلام طبعا مفيش اغبى منه وحتى ما ينفعش تناقشه من كتر العبط اللي فيه. بس الموضوع ما بيقفش هنا، لما تبحث اكتر هتعرف ان الست دي واحده من اكبر داعمين الاحتلال وعندها اجنده بتحاول انها تحطها
بيحطها في اي حاجه بتدخل فيها. فدلوقتي الست ديت خدت 150 مليون دولار وبقت رئيسه القناه بتاعت أليسون اللي هو اساسا صاحب بارامونت، وبيخليها ان هي تمارس اجندتها السياسيه براحتها عشان هو عايز كده. وده بيخلينا نفهم أليسون الاجنده بتاعته عامله ازاي. وهي دي بقى واحده من اكبر مشاكل مع الصناعه دلوقتي، الاجندات. شركات الانتاج بتحاول وبتغصب علينا الاجندات في اغلب الافلام اللي هي بتعملها، وكل شويه ينوعوا لنا بقى في الاجندات، شويه قوم لوط، شويه متحولين، وده عامل كل حاجه غلط في الدنيا كلها، مركزين على الاجنده اكتر من الافلام نفسها. فكل دوت بيسيس الفن ويحولوا لحاجه تقدر توصل للناس افكار من تحت لتحت. فدي اول مشكله كبيره جدا هي الاجندات. ولكن سيبك منها خالص وتعال نشوف الحاجه الثانيه اللي بتدمر برضك الصناعه السينمائيه تماما والفن عموما. تعال نرجع تاني لفيلم مارتي سوبرين، بس هنتجاهل المره دي المشهد اللي فيه اجنده ديت ونتكلم عن الفيلم نفسه اللي زي ما قلت هو بعيدا عن المشهد دوت هو فيلم جامد جدا. الفيلم ده بيتكلم عن واحد اسمه مارتي، لاعب بينج بونج موهوب بشكل رهيب، بيحاول بكل الاشكال الممكنه ان هو يحول نفسه الاسطوره ويصبح الافضل في العالم. الاحداث بتمشي وكل حاجه بتحصل عكس ما هو متوقع، كل ثانيه التوتر بيزيد اكتر واكتر ومش قادر انك انت تشيل عينك من على الشاشه. وبنشوف مارتي بيحاول ان هو يخرج من المشاكل دي كلها. لكن مع كل الاحداث دي بيظهر معانا شخصيه في الفيلم دوت، راجل غني جدا بشكل رهيب وتحس ان هو قرش في مجتمع الرأسمالية دوت. وايوه هو ده نفس الشخص اللي في برنامج شارك تانك اللي هو اسمه كيفن اوليري، اللي في الحقيقه هو غني جدا جدا وبيشارك في البرنامج دوت اللي هو بيستثمر في المشاريع بتاعت الناس. فهو في الحياه الحقيقيه عباره عن مصاص دماء للفلوس فعلا، وطالع بقى بيأدي دور شبه شخصيته الحقيقيه في الفيلم هنا. فالشخصيه اللي هو بيمثلها بتجسد الرأسمالية في اكبر صورها، لان احنا بنعرف ان الراجل دوت ابنه مات في الحرب العالميه الثانيه على ايد اليابانيين. ولكن مع كل دوت بيروح ان هو يتعاون مع اليابانيين نفسهم اللي هو قتلوا ابنه، ويذل الشاب الامريكي مارتي اللي هو من نفس بلده، وبيطلب منه ان هو يروح يبوس خنزير ويخسر عن عمد، كل دوت عشان الفلوس. فبالنسبه له مفيش حاجه اسمها ولاء للوطن او ولاء لاي حاجه غير الفلوس، الجشع وبس. لدرجه ان هو في اخر الفيلم بيقول لمارتي I was born in 1601. I'm a vampire. I've been around forever. في ناس ما فهمتش اللقطه دي من الفيلم، ولكن هو يقصد زي ما قال كارل ماركس ان رأسمالية هي مصاص دماء بيمص دم وعرق العمال. اما بالنسبه لتاريخ 1601 فده نفس تاريخ تاسيس شركه الهند الشرقيه والبريطانيه والهولنديه، وهم اول شركات بتعبر القارات. المهم ان الراجل دوت تجسيد للرأسمالية في العالم كله حرفيا لاي شركه مهما كانت هي ايه. على بقى عكسه تماما بيجي هنا مارتي بطل الفيلم، مع ان هو عيل اناني مريض مجنون بيعمل كل حاجه غلط في الفيلم، بس هو بيسعى للعظمه، بيشوف الحاجه اللي هو بيعملها حاجه ساميه، حاجه راقيه، حاجه فنيه، حاجه اعلى بكتير من الفلوس. فاحنا شفنا في اول الفيلم ان هو بيجي له عرض ان هو يترقى يبقى مدير في المحل اللي هو كان شغال فيه، لكن هو بيرفض عشان زي ما قلت هو مش بيسعى للحاجات دي، هو بيسعى لحاجه افضل من الراحه والاستقرار والفلوس نفسها. مجنون بنفسه ومجنون بفكره مارتي سوبريم، مارتي العظيم، بيتخيل اساطير عن نفسه لما بيجي يعملوا معاه مقابلات. فبالنسبه له البينج بونج ده هي حاجه ابداعيه، فرشته كفنان بيرسم بيها لوحه فنيه. اما الراجل ده تنس الطاوله بالنسبه له حاجه تجيب له فلوس وبس عشان يقدر ان هو يزود مبيعات الشركه بتاعته. وهنا بقى بيجي لنا للفكره الثانيه اللي احنا بنحاول نوصلها، ان الفن مش بالضروره يكون منتج يتباع ويجيب ارباح كبيره جدا بالشكل بتاع افلام مارفل مثلا. ما ينفعش يكون الفن مبني على الفلوس وبس. الفن اساسا يا جماعه المفروض بيمثل خطر على المنتجين وعلى الفلوس اللي هي اتصرفت عليه. فبالنسبه لصناعه السينما دلوقتي هي فكره الصراع ما بين مارتي وكيفن، الاثنين دول اللي هم عكس بعض. الصراع ما بين الفنان والشركات الانتاجيه اللي عايزه اكبر قدر ممكن من الارباح بغض النظر عن ايه هو المنتج اللي هي بتقدمه، مش مهم، المهم الفلوس. اما الفنان عايز يعمل الفن عشان فكره الفن نفسها. فهنا بقى بيحصل الصدام، لان ركز معايا كويس قوي وفتح عقلك، عشان تجيب فلوس كتير من الافلام لازم دلوقتي ان انت ما تزعلش حد، ما تفكرش كتير، ما تطرحش معضلات. زي مثلا ابسط حاجه بتضحكني دايما كوميديا سودا، ان هوليوود كلنا عارفين ان هي عندها عنصريه كتير جدا تجاه العرب، موجود في افلام كتير ان العرب والاسلام طالعين بشكل سيء جدا، ولكن صعب جدا دلوقتي ان هم يعملوا نفس الموضوع اللي بيعملوه معانا مع الصين، مع ان حاليا الصين هي عدوة امريكا، لكن هوليوود مستحيل تزعل الصينيين لان عددهم كبير جدا والسوق بتاعهم ضخم جدا، فلو خسرتهم فهي خسرت فلوس رهيبه، فلازم تطبطب عليهم وتشوف هم عايزين ايه ويعملوه. يعني مثلا ابسط حاجه ان الافلام ساعات هوليوود بترفض ان هم يمسحوا منها لقطات معينه لما بتتعرض هنا في الوطن العربي، بس عادي جدا ان هم يمسحوا ويغيروا اي حاجه تقول عليها الصين لما الفيلم يتعرض هناك، لان السوق بتاعهم ضخم، 1.5 مليار انسان. فاصبح دلوقتي الافلام عباره عن سلعه تجاريه بتحاول ان هي ترضي اي شخص مع الفلوس عشان تبيع باكبر قدر ممكن. واللي هنا بيجي نهايه فيلم مارتي سوبريم، مع ان هو في الاخر بيكسب لكن مش مهم، لان هو مجرد انتصار فني صغير جدا جوه منظومه ما بقتش مهتمه اصلا بالفن. فاللي كسب في الاخر وهيفضل يكسب هو كيفن، اللي هيبلع الفن كله جواه ويتحكم فيه ويخليه سلعه. برضه في نفس الوقت تفكر ان هم بيحاولوا برضه ان هم يعملوا اجنده ان مارتي الامريكي اللي ما بيتمرنش اساسا بيكسب قدام الياباني المجتهد، لان الامريكان هم اعظم بني ادمين في العالم وعرفنا خلاص يا اولاد. عادي كل واحد بيحاول يطلع بلده بافضل شكل ممكن، ولكن زي ما قلت هي مشكله هوليوود ان هي عالميه. يعني احنا ساعات بنعمل حاجات غريبه جدا في السينما المصريه هنا بس ما حدش بيشوفها غيرنا، فعشان كده محدش مهتم. المهم ان في الاخر لما ندمج الفكرتين دول مع بعض
بعض هتلاقي ان الافلام كل يوم بتصبح اكتر واكتر مجرد صناعه ترفيهيه ملهاش طعم ولا لون ولا ريحه، غرضها الوحيد هو تكسب اكبر عدد ممكن من الدولارات وتحط اكبر قدر ممكن من الاجندات اللي بتخدم سياسه المنتجين بتوع الافلام ديت. وفي وسط المدعكه دي كلها بيصعب عليا جدا وبيكون الموضوع اصعب واصعب بكتير على صناع الافلام الحقيقيين ان هم يحاولوا يثبتوا ان الافلام مش مجرد حاجه تجاريه بتخدم سياسات معينه، لا هي فن حقيقي. وهي دي بقى مشكله صناع الافلام في الجيل الحالي. ولكن في الاخر المطلوب منك انت انك تخلي بالك ايه اللي انت بتدخله جوه عقلك لما تتفرج عليه. وبس كده، سلام.